لقبوه بأبو المدن، وعلاقته بأسرة الرئيس مبارك مش قد كده. ماذا قال حسب الله الكفراوي عن مبارك وعائلته؟ راح له واحد من ولاد مبارك وقال له: بابا بيقول لك اديني 1000 فدان في أكتوبر. فرد عليه وزير الإسكان وقال له: خلي بابا يكلمني. كان شايف ان مبارك طيب وولاده وزوجته هم اللي ورا الفساد اللي في البلد. نبه الرئيس ان الشارع بيغلى، فرد عليه: ما تخافش، البلد ممسوكة كويس. حكاية أبو المدن حسب الله الكفراوي وعلاقته بعائلة مبارك. بعد حرب 73 السادات كان في زيارة لأمريكا، وهناك لقى الرئيس الأمريكي بيقول له: هو انتوا ليه في مصر عايشين على 4% بس من المساحة وسايبين الباقي كله من غير ما تستغلوه؟ غضب السادات جدا ان ملحوظة زي دي تيجي من الأمريكان واحنا ما ناخدش الخطوة دي بنفسنا. واول ما رجع مصر على طول طلب انه يقابل حسب الله الكفراوي. المهندس حسب الله الكفراوي كان معروف جدا بالمشاريع التنمويه اللي بيعملها في مصر والسويس تحديدا، عشان كده طلبوا السادات وشرح له رغبته في انه عاوز يبني مدن جديده نستفيد منها، وحطوا سوا نواة مدن زي العاشر من رمضان ومدينه 6 اكتوبر. لكن للأسف السادات اتوفى قبل ما حلمه ده يبقى حقيقة على أرض الواقع، والكفراوي هو اللي كمل لأنه كان خلاص اتعين وزير للإسكان ومن السادات. كمل الكفراوي رحلته في وزارة الإسكان في عهد الرئيس مبارك. الفترة اللي عاش فيها الكفراوي حكاية ليها العجب. كان معروف إنه من الوزراء أصحاب الأيادي البيضاء، شخص شريف وما بيرضاش بالحال المايل، عشان كده كان كل ما يشوف من الحكومة حاجة ما تعجبهوش يقوم جري يقدم استقالته فورا، لدرجة إنه تقدم باستقالته في عهد مبارك بس 3 مرات. أول وتاني مرة اترفضوا، بس التالتة كانت تابتة. فأول مرة تقدم فيها الكفراوي بالاستقالة اتفاجئ بمبارك بيقول له: مش هتمشي، ولو مشيت أنا همشي معاك، رجلي على رجلك، احنا دخلنا الحكومة دي سوا وهنخرج منها سوا. عشان كده قرر الكفراوي انه يعدل عن استقالته في المرة الاولى. اما المرة التانية فاللي اقنعه فيها بالبقاء وانه ما يغادرش الوزارة كان رئيس الوزراء وقتها الدكتور يوسف والي. وقبل المرة التالتة والاخيرة حصل حاجات كتير جدا كانت السبب اللي خلت استقالة الكفراوي تتقبل المرة دي. غلطات الرئيس والحكومة كانت كتير وسكوته عليها ما بقاش زي الأول، وابتدى إنه يتكلم في حاجات كتير جدا، ملخصها إنه كان شايف إن مبارك طيب بس مبتلى، وأكبر ابتلاء في حياته كان بيتمثل في صفوة الشريف وفساد زوجته وأولاده اللي كانوا مصممين يضيعوا البلد وهو ما يعرفش عن اللي بيعملوه حاجة. ولما الكفراوي حس إن البلد بتضيع جه في 2004 طلب من مبارك انه يعين عمر سليمان نائب ليه عشان البلد تهدى شويه ونلم الدنيا. بس مبارك كان شايف ان الكفراوي مكبر المواضيع لدرجه انه لما جه السنه اللي بعدها وقال له: يا ريس الشارع بيغلى، الناس قربت تنفجر خلاص، قال له: ما تخافش يا كفراوي، البلد ممسوكه كويس. لكن الكفراوي كان عنده بعد نظر، وبعد 5 سنين بس من اللقاء ده البلد انفجرت فعلا، خصوصا ان الفساد كان على اخره في الفتره دي. الفساد اللي خلى علاء ابن الرئيس مبارك يروح للكفراوي في مكتبه ويقول له: انا عاوز 1000 فدان في مدينة 6 اكتوبر. الكفراوي في الاول كان مفكر انه بيهزر، لكن اتفاجئ انه بيتكلم بجد. فقال له: هو بابا يعرف حاجة عن الموضوع ده؟ قال له: لا. فرح قال له: طب خلي بابا يكلمني. وده كان من اهم الاسباب اللي خلت اسرة الرئيس مبارك تاخد موقف للابد من الكفراوي، وما بقاش عندهم زي الأول. عشان كده لما دق من الأوضاع اللي بتحصل في البلد والحكومة وقرر إنه يتقدم باستقالته من وزارة الدكتور عاطف صدقي، اتوافق عليها على طول. وبعد خروجه مباشرة ال1000 فدان اللي كان عايزهم علاء باشا أصبحوا من نصيبه.